بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر الغليل والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض ناس كنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك غنيا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا، وبعض أولدته من غيره وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستفدا بعد مستفد من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالله إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فقال كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتاته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك
وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نسرته بالرعب وهففته بجبرائيل وميكائيل والمسبمين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر ديننا على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن ببعته مببع صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما أسألكم عليهم وما أسألكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما ديار، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وقال من كنت أنا نبيا فعلي أمير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، وأهله مهل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأهل له من مسجده ما أهلل، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علما وحكمة، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابا، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابا، ثم قال أنت أخي
و وصی و وارثی لحمک من لحمی و دمک من دمی و سلمک سلمی و حربک حربی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی و انت غدا على الحوض خلیفتی و انت تقضی دینی و تنجز عداتی و شیعتک علی منابر من نور مبیضة وجوههم حولی فی الجنة و هم جیرانی ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و کان بعده هدی من الضلال و نورا من العمی و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلهق في منقبة من مناقبه يهذو هذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على السبيل ولا تأخذوا في الله لومة لائم قد وتر في صناديد الغرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودى قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وهنينية وغيرهن فذبت على غداوتهم وكبت على منابذتهم حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قتية رحم وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفوا لراية الحق فيهم فقتل من قتل والصبيان من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله بعده وهو العزيز الحكيم فلا لا صائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم
فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين أبناء الحسن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقتدى بالظلمات أين المنتظر لإقامة الأمت والعباد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع أبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلغاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يطاب أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفات وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور إلى من اعتدى عليه وافترى
أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراب وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهمام يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المتهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المذيع يا ابن الشوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائمة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباقرات يا ابن الهجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن الثواب المحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ذنوبا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استغرت بك النبوب بل أي أرض تقل كوثرا أبرد أو غيرها أمضي تواب عزيز علي أن أرى الخلق ولا تراب ولا أسمع لك أسيسا ولا نجواب عزيز علي أن تؤيت بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى نفسي من مغيب لم يخلو من نار نفسي أنت من نازهم ما نزوى النار نفسي أنت أمنية شوق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فهنا نفسي أنت من أقيد الزن لا يسامى نفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى نفسي أنت من تلاد نعم لا تضاب نفسي أنت من نسيف شرف لا يصاب إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجواب عزيز علي أن أجاب دونك وأناغب عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراب عزيز علي أن يجري عليك دونهم مجرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزو فأساعد جزاء إذا خلا
هل قضيت عين فساعدت عيني على القضاء هل إليك يا ابن حماد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنذاب متى نرد منايلك الربية فنروى متى ننتفع من أذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراومك فنقر عيناك فنقر عيناك متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر التراب أترانا نوف بك وأنت تؤم الملاك وقد ملأت الأرض عدلا وذقت أعداءك أمانا وعقابا وأبرت الوطاة وجادت لك وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدو وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين فاغث يا غياث وبيدك المبتلى واري سيده يا شديد القوى وازل عنه بالأسى والجواب وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجاء والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغوا منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جلالك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آباء البررات وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدفع وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية على عددها ولا نهاية على مددها ولا نفاد على مددها اللهم باقم بالحق وأدذ بالباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف واجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته
واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته وداءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل ارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيم نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من عود جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا رويا هنيا سائغا لا ذم بعده يا أرحم الراحمين.